يبقى زيزو ماشي عشان فلوس. طب ما هو معايا خد 15 مليون، 15 مليون في السنه، والله ما بص في العقد عشان محترم. جواب رسمي 10 مليون دولار لنادي الزمالك، يبقوا كام؟ نص مليون. نص ايه؟ نص مليار. نص مليار. هتشوف الفيديو انا بقول. والوقت كان هياخد 3 مليون مش بتوعنا، ليه لوحده. جبت يا زيزو هتسافر، وخلي بالك الموقف صعب لان لبيب كان عامل شرط جزائي لو دفع 16 مليون جنيه يمشي في العقد بتاعه. لما هو عمله له قال لي انا في الزمالك، ايه المطلوب؟ ابويا بعت عربيه الملاكي منيا جابت الباشا المحترم ابوه والواد مضى على بياض. ده الفرق. زيزو ما مشيش عشان الفلوس، زيزو مشي عشان الوساخه تاني. هو انا لما اكون انا فرحان بنفسي واخد ابني احمد ولا امير معايا المحكمه، فرحان ابوكوا رئيس محكمه خلاص، ورايح اقابل رئيس المحكمه الكبير ويقول له اطلع بره يالا يا ابن الكلب، ده اولادي يقطعوه. ممدوح عباس جوه النادي، اللي اشترى النادي عايز اعرف من مين. ده ما ينفعش جنيه يا جماعه، ده كله بشيكات عشان اي حد هيجي تاني مش عاجبه احجز ونقرر نقعد 200 سنه. تمام؟ طلعت زيزو وابوه قال له لا 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 اطلع انت، خد ابوك من هنا واتكل على الله، لا شرف. انت جاي تتاجر في ابنك ده في النادي. ايه اللي دخل ممدوح عباس الملعب؟ هيخش، هو كسر عين اللي جايبهم، واللي جايبهم مكسور عينه منه. ده راجل كل يوم بيتكلم اسم النادي، محدش في الدولة قال له انت مين؟ انت مين يا ابني؟ خلاص اكتفى بده بقى؟ لا بوست. انت جاي تتاجر في ابنك؟ يبقى زيزو ماشي عشان فلوس. طب ما هو معايا خد 15 مليون، 15 مليون في السنه، والله ما بص في العقد عشان محترم وابوه محترم. فقال زيزو جاب عيل صايع يشيل اليفط، يافطته باسمه. طب شلتها يا عم تشكر، ما انت قبل كده شلت يافطه مرتضى ودوس عليها بالجزمه. ف نزلت الصوره ودوست عليها بالجزمه.